هنبدأ ازاي؟ تعرفوا ان انا بقالي حوالي 7-8 شهور ما سجلتش. والله ولا حتى لخصت فيلم ولا مسلسل. انا كنت يعتبر في اجازة، او نقول شوية احباط على شوية ملل. بس مش عارف، يمكن هنرجع بعد البودكاست دوت او لا. طب ايه تحبوا نبدأ ازاي؟ والله انا كنت مجهز المفروض افكار ان احنا هنتكلم على كل حلقة، قلت هنمشي على فكرة ونشوف. صحيح انا ما قلتلكش، نسيت اعرفك احنا فين. بصوا بقى، احنا على قهوة بلدي مصرية اصيلة، جايين نتناقش مع بعضينا في اي مسلسل او اي فيلم يخطر على بالك، حتى لو ملهوش مسمى درامي مش مهم. المهم ان احنا عاجبنا وبنتكلم عنه وقاعدين براحتنا في القهوة بتاعتنا. شد لك كرسي بقى واطلب لك قهوة على مزاجك من الواد حمادة القهوجي. تستغربش بقى، ما اي قهوجي اسمه حمادة يا ابراهيم يا احمد، فبيقولوا له حمادة في الاخر، فريح دماغك. وتعالوا نشوف بقى هنتكلم عن ايه النهارده. اكيد يعني زي ما شفت يعني من الصورة والاسم ان احنا هنتكلم عن سفاح الجيزة، مسلسل شاهد اللي مكسر الدنيا اليومين دول. طبعا انصحك انك لازم تشوفه، لان الحكاية صوت بس غير صوت وصورة اكيد. بص بقى، ملناش دعوة بالقصة الحقيقية وكانت ماشية ازاي ومين السفاح ومين مش عارف ايه. كل ده هنعرفه لما نشوف اخر حلقة من المسلسل، ولما تتعرض ونشوف الشاهد قدرت ان هي توصل لنا الحكاية حقيقية في شكل درامي ولا لا. الصراحة يعني من غير مبالغة هو مسلسل حلو جدا. انا شخصيا بتحرق دمي والله لما بتفرج عليه كده، وبلاقيه البارد بيقتل بكل برود ويتعامل بكل برود. ايه يا شيخ البني ادم ده ازاي كان عايش في وسطنا؟ لا بجد، ومتدين وكل كلمة ليه بذكر الله. لا ولا رنة تليفونه دي كمان اللي دلوقتي بقت عاملة قلق جامد قوي في البلد. اي حد حاطط نفس الرنة انت هتخاف تتعامل معاه. تخيل بقى ان هو عامل كل الجو دوت من اول 4 حلقات بس. لا وكمان اغنيته المفضلة، يا عيني يا ليل العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخلوق. ياه، جملة عليها حكمة جميلة. تحس كده جابر عايز يقول لنا بقول لكم ايه، انا العدل على الارض، واللي مش عاجبني هموته، واللي خانقني هموته برضه. بس اقول لك على حاجة، سيبك انت شفت البرود اللي لما بيقتل حد ولا لما قتل مراته وحطها في الديب فريزر؟ يا شيخ ده عليه برود مش طبيعي. ده بعد ما خلص عمل صينية بطاطس بعرق اللحمة. بجد عنده برود يخليك تحسد الواحد عليه. انت ايه ده يا عم ده؟ بس طبعا خلي بالك، هو طبعا جامر لما ظبط مع السواق ان هو يجي ياخد الديب فريزر وان هو مستنيهم. ده ترتيب واحد ذكي جدا لدرجة ان هو عارف خطواته محسوبة ازاي وماشية ازاي. انا ما اعرفش ده بصراحة ازاي تشخص في الحكاية الحقيقية ان هو سليم نفسيا بجد، مش هكدب عليه. بس ما قلتليش صحيح، ايه رأيك يعني في الديكور اللي انتوا شايفينه ده، باك جراوند بتاعت الفيديو والبودكاست وفكرته؟ لازم تقولي رأيك، اوعى تنسى. تعالوا بقى بلاش رغي كتير وتعالوا نشوف الحوار اللي احنا جايين له. جابر بقى بيحكي لنا كل السنين بتاعته وهو قاعد بيحكي مع زينة حبيبة القلب. وخلي بالك برضو انا شاكك في البت دي بصراحة، عليها خضوع مش طبيعي يا شيخ. ايه ده؟ محسساني والله ان هي بتاخده على قد عقله، الله اعلم يعني، بس هنشوف. وجابر برضو شخص غريب، هو بيتعامل مع الجيران عادي وبيديهم مساعدات وبيجيب لهم الحاجات اللي بيطلبوها. لا بجد في حاجة غريبة، في حاجة تخليك تقولك الشخص ده سايكوباتي وش. بس بيقولوا في الحقيقة ان هو كان سليم. المهم يعني جابر بعد ما خد بقى مراته وراح دفنها واخفى كل الادلة ابن اللعيبة. ما تفهمنيش غلط بقى يا صاحبي، احنا قاعدين على قهوة فبراحتنا. انا بصراحة عاجبني دماغ جابر، بس برضه يعني واحد بذكائه ده قدر يضحك على الحكومة ازاي يعني؟ البيجح بقى راح يعمل محضر في مراته تاني يوم. قال ايه؟ متغيبة عن البيت وانا جاي اعمل محضر. فلما امين الشرطة بيقوله طب انت عايز تعمل محضر وتغيب ولا محضر سلوك ان سلوكها بطال؟ قال له لا استغفر الله العظيم يا عم، ان بعض الظن اسم. لا ايه ده بجد يعني؟ انت لا سبحان الله انت بتذكر الله حتى وانت قاتل مراتك يا شيخ، ده انت غريب بجد. المهم الصايع بقى كان بيبعت رسالة لابوها عشان يطمنه يعني ان هي ايه البت بقى سيربت، وقالت له ان انا شفت لي بقى ايه واحد تاني وهتجوزه وانا عايز اعيش مرتاحة والكلام ده كله. ابو عبله بقى راح لهانم، ده اسمها ما تخافش، ده مش لقب ليها، ده اسمها. ولا بصي بقول لك ايه، انت ابنك شكله خافي بنتي، فالمفروض يجي يدور معاه بدل ما هو ايه مختفي عني كده. وحصلت ما بينهم خناقه كبيره ولا كأنها خناقه على قايمه جواز. والله الضابط حازم بقى بيروح يحقق في جريمه اختفاء زينة وهالة. الاتنين صحاب قوي وبيحبوا بعضيهم وبيحبوا التمثيل وعايزين يمثلوا، والاتنين المفروض خرجوا من بيت اهاليهم ان هم مسافرين دبي عشان عندهم تمثيل، بس هم كانوا قاعدين في فندق. وفجأة زينة مشيت بشنطة هدومها وهالة اصلا اختفت ما بقتش موجودة، وفي دم في الأوضة وفي بلاوي زرقاء وانا هموت وانت هتموت ومش عارفين ايه اللي بيحصل حوالينا.
طب هالة فين يا عم الظبوطه؟ ما نعرفش حاجه. مش عايز احرق لكم، ولا اقول لك تعالى احرق لكم، احنا كده كده بنتكلم في بودكاست يعني، احنا مش بنلخص المسلسل ولا حاجه، عشان ماليش نفسي بصراحه الخص حاجه. بقول لك يا عم بقى لي 7 شهور غايب وبتاع واجازه، خلينا بنفضفض مع بعضينا. المهم يعني حصل بقى ايه، ان هالة هي اللي خبطت دماغها في اوضه النوم، هم قاعدين في الفندق. فوقتها زينة معرفتش ان هي تتصرف، فراحت عملت ايه، اتصلت على مين؟ محيي. مين محيي ده؟ انت مش قلت اسمه جابر؟ لا ما انا قلتلكش ان هو طالع بكذا اسم، بس احنا ايه، مش بنمشي بترتيب الاحداث، احنا بنحكي مع بعضينا. المهم اتصلت بمحيي، راحت قالت له الحقني بسرعه مش عارف ايه وبتاع. لا طب حطيها جوه الشنطه وانزلي بيها يا ستي، الحكايه والروايه. قال لها اسمعي كلامي بس، حطيها جوه الشنطه وانزلي بيها. لا وكمان ايه، راح بقى خدهم ووداهم بالعربيه ومش عارف ايه والكلام ده كله. يوسف بقى شغال في مصنع ملابس. مين يوسف ده يا عم؟ هو جابر بقى، تخليك معايا على الخط. وبيكون على علاقه جميله بصاحب المصنع اللي هو مين، سيد الطويل ومراته نجله. تصدق يا شيخ، على علاقه جميله بمراته لدرجه ان هم متجوزين عرفي. والله العظيم اسمع مني. وبعدين بقى البجحه تفضل قاعده عنده لما جوزها يروح عنده. طب انت رايح عنده ليه يا عم؟ اصل هو كمان ماشي مع بنات وبيعمل حاجات وحشه، وفي بنت بتبعت له رسائل وصور، فهو عايز يخلع من الرسائل والصور دي ويمسحها. وهو قاعد فالحاج بيقول له عندكش يا عم فاكهه ناكلها؟ هو ما قالوش حاجه، انا اللي بقول. المهم راح اداله تفاح وسكينه وقال له اقعد قطع مع نفسك. بس اللي انتوا بقى ما تعرفوش ان هو ناصح. بيديله السكينه دي ليه؟ خلي بالك ان برضو حازم الضابط بيحقق في الموضوع وبيدور على زينه، فلما بيجيب اهلها ويحقق معاهم واختها خصوصا سلمى، فبنعرف من سلمى ان جوزها محيي مش موجود في مصر، وان هو بره مصر عنده شغل بره، مع ان هو موجود عادي وقاعد مع زينه، بس ما علينا يعني. فالمهم ايه، بنرجع بقى لعم سيد الطويل. البت بقى ايه، بعد ما مشيت من عند مين، معلم يوسف، راح لها بعدها بكام يوم وقال لها اتفضلي. قالت له ايه ده، خلصت منه اخيرا؟ وكان جايب لها هديه. لسه بيلف سلسله على رقبتها راح قتلها. ساب السكينه بقى اللي كان عم سيد بيقطع بيها التفاح عندها في البيت عشان ايه، يلبسوا القضيه. المهم بقى ايه، هو اسمه جابر، بس احنا كل ده عارفين ان هو طالع باكتر من شخصيه. جابر بقى بعدها بياخد بعضه وبيروح عند زينه حبيبه القلب، وبنكون عارفين ان هو عارفها من زمان باسم محي، وبيكون حاكي لها على كل حاجه. بعد ما بيخلص بقى الذبحه التمام بيروح واخد بعضه ورايح ايه، عامل بقى الستيك بتاعه الجميل، ويروح داخل قاعد مع مين، مع زينه، وبيقول لها ايه اخبارك ومش عارف ايه وبتاع، بيقعدوا يتكلموا مع بعض. بيقول لها البت سلمى دي خنقتني، انا عايزها اقتلها. قالت له ايه ده انت بتهزر؟ طب ليه؟ قال لها بقت زنان. قالت له خلاص مش اعمل اللي انت عايزه، ولكنها اختها مثلا ولا حاجه. المهم يعني بعد كده قال لها طب انا هخليكي تكلمي امك. كلمت امها ومش عارف ايه وبتاع، وقالت لها ان انا لسه بصور ومش عارف ايه وفي دبي والكلام ده كله. ظابط بيدور على صاحبتك هاله، طب انتوا كويسين ومش عارف ايه وبتاع. قالت لها احنا كويسين. قالت لها ما تقلقيش علينا. بعدها بفتره لقينا حسن ونوره. يا عم ما تتوهش مني بقى، حسن ونوره دول اللي هو برضه جابر، بس بقى دي خطيبته المره دي مش مراته، قاعدين مع بعضيهم وبتاع، وتعرف على امها. وامها ايه، عندها كذا عماره كده ولا مش عارف كام شقه كده بتأجرهم، والحكايه والروايه. الواد شكله داخل على طمع. يسكت بقى جابر على كده؟ لا ما يسكتش. في يوم هو مروح يلاقي امه بتقول له ايه، دي عمتك جت وشتمتني وغيره وغيره، لازم تجيب لي حقي. لا حاضر يا اما تقلقيش، هو قالها لها كده. المهم ايه اللي حصل، راح خد بعضه وراح لعند عمته، جاب لها صينيه بسبوسه من اللي هي بتحبها وصالحها، وقال لها معلش ما تزعليش من امي ومش عارف ايه والحكايه والروايه. قالت له انت هتخرجني وهتسيبني، مش هتسيبني هنا تاني يا جابر؟ قال لها عيب عليك يا عمتي، والله العظيم اخر يوم النهارده تكوني موجوده في الدار. وابن اللذينه بقى ايه، قتلها. الله ينور عليك. وراح عمل العزا وكان بارد جدا. البت فدوى تسكت؟ ما تسكتش. تروح قايله له ايه، تاخد الفلوس دي تشغلها لي معاك. يقول لها حاضر. يعدي بقى الايام وبتاع وكده، ويوسف وهو في المروح في يوم، واللي هو جابر يعني، يلاقي رساله جايه على الموبايل ان في حد بيهدده وبيقول له احنا عارفين كل حاجه عنك ومش عارف ايه وبتاع. المهم بيدور كده وبيحاول يماطل في الموضوع، وبعد كده بيروح يدي الفلوس لشخص، فبيلاقي مين اللي قدامه، رحاب بنت عم صادق اللي شغال في المصنع. بيروح طبعا واخدها، عامل معاها الواجب التمام، قاتلها، وبعدها بيكون عم بيعمل بوفتيك عادي جدا. بقول لكم سايكوباتي، محدش مصدقني. المهم ايه، بعد الحكايه دي الضابط حازم بيلاقي جثه هاله، وبنعرف ان هاله اصلا ماتت، وان هم ولاد الذين دفنوها في مكان كده كده احنا عارفين من بدري يعني، بس كنا عاملين نفسنا عبط. فبعد كده بيجيبوا اهل تاني، مين بيجيبوا اهل زينه تاني، وبيقعدوا يحققوا معاهم. يا جماعه فين بنتكم؟ ما نعرفش. طب احنا عايزين نقابل محي. محي بيقعد مع الضابط حازم. دي كانت تاني قاعده يقعدوا مع بعض.
وبيقول له يا محيي مش عارف ايه وبتاع والحكايه والروايه. قال له والله يا باشا انا ما اعرفش حاجه، انا ما اعرفش حاله دي غير ان هي بس قريبه منها وغيره وغيره وبتاع. فبعد ما بيمشي الظابط بيقول عليه الواد ده مش سهل. طيب الحكايه هتخلص على كده؟ لا، ابو عبله برضه خايف على بنته، فبيروح رايح لمحامي كبير مشهور عندهم في المنطقه، او يعني معروف عندهم، وبيقول له انا عايزك تقف جنبي وتسمع قضيتي ومش عارف ايه وبتاع. فراح قال له طب اقعد مع المحامي ايه اللي شغال معانا في المكتب. قعدوا مع محامي صغير كده في التدريب تحت السن، وقال له ايه الحكايه والروايه وحصل 1 2 3 4. المحامي يسكت؟ لا، راح بقى عمل تحرياته وقال لك انه ضابط شرطه، بس بصراحه محامي شاطر. راح عمل بقى تحرياته بنفسه وشاف الدنيا ماشيه ازاي، وعرف ان جابر ده وراه سر خطير. ليه بقى؟ قال لك لما راح اتكلم مع المحامي الكبير بتاعه قال له بص يا باشا، جابر ده كان متجوز ومن 5 سنين كان يعرف واحد اسمه يوسف، ويوسف ده كان شغال في العقارات، فجابر يشتغل معاه في العقارات. فقال له ايه ده يوسف اختفى. قال له طب ايه ده ازاي؟ طب ما معنى كده ان اللي بيقرب من جابر ده كل الناس بتختفي من حواليه. انا عايزك بقى تقابل اهل يوسف دول بسرعه جدا ونفهم الحكايه فيها ايه. المهم بقى القادر ابن القادر كده موت 7 اشخاص، تخيل. ده غير ان البوليس لقى جثه هاله زي ما قلنا، وباين عليها ان هي كانت شاربه ولا ايه بقى. المهم يعني مش عايزين نعيد الكلام تاني. يوسف بقى راح يزور الحاج سيد الطويل في السجن ومعاه المحامي، وفاكر بقى ان هو هناك الدنيا هتبقى تمام وحلوه، والحاج سيد هيقول له خد بقى يوسف يا ابني انا كتبت لك المصنع، مع ان هو اصلا كتبه لنفسه من وراه، وبقى هو اللي ماسك المصنع خلاص، ومنع الكل ان هم يروحوا يزوروه عشان ما حدش يعرف الحقيقه. المهم يعني راح لقى ان الساعه عم سيد بيقول له انا تبت خلاص وهرجع لربنا ومش عارف ايه بتاع. الواد يوسف نزل على وشه غضب الدنيا والاخره، اتضايق جدا مش عارف ليه، يعني ممكن يكون عايز يبقى هو العدل على الارض مش القانون وغيره وغيره، وان ازاي انت تتوب والكلام ده كله بقى، عشان كده ممكن يكون اتضايق. بس خلي بالك هقول لك على حاجه برضو عجباني قوي في المسلسل لحد دلوقتي. خدت بالك انت ابن الضابط حازم ازاي بيشوف ان ابوه وعنده عقده من الناحيه دي، ان هو كان السبب في موت والدته، ان هي كانت كل يوم بتوديه التمرين وتجيبه. نفس الكلام جابر لما شاف امه بتقتل ابوه وشافها وهي بتقتله بدم بارد. خلي بالك برضه هانم امه دي ما دخلتش السجن عشان قتلت ابوه وكان زمانها خدت اعدام، لا دي دخلتها بسبب كبده هوهو اللي كانت بتاكلها للناس، وكانت بتحبس العيال الصغيره في الاقفاص. يعني بص الجبروت، هو كل ده كان بيشوفه وهو صغير، فطبيعي كان يطلع عنده مرض نفسي، ولا حتى طبيعي يكون عنده اضطراب نفسي من جواه. وخلي بالكوا برضه هو عنده مرض نفسي، بس كان المرض بتاعه مش واصل معاه لدرجه ان هو ياكل لحم البشر، بدليل ان هو كان كل ما يقتل حد يروح يعمل لحمه. ايه يا عم، ده المره الوحيده اللي خلي في الموضوع عمل مكرونه بالبشاميل. بس كده تفتكروا بقى ليه يوسف غضب لما عرف ان الحاج سيد عايز يتوب ويقرب من ربنا؟ ده لدرجه يا عم ان هو قتل فدوى، كل ده عشان بتطلب فلوسها. لا وكمان الواد اللي كان بيوصلها بالتوك توك دخل يقول له هي فين فدوى، قال له لا تعالى يا باشا جوه موجوده، وراح قتله هو كمان. مش بقول لك جبروت، قتل 7 اشخاص يا عم لحد دلوقتي وفي الحلقه الرابعه، بالك بقى بعد ما يخلص المسلسل هيقتل كام شخص. بس انا هستنى بقى رايكم في فكره البودكاست والقهوه البلدي بتاعتنا الحلوه دي، وعجبتك ولا لا، وحابين نحكي عليها ايه تاني، ونحكي هنا ونقعد القعده الحلوه دي تاني. يلا كل واحد بقى يحاسب على قهوته، شطبنا النهارده، سلام.